هناك إن فيه كتل سودا ضخمة، وكل كتلة ماسكة خشبة فيها نار، وبين كل واحدة والتانية من الكتل دي في مسافة كبيرة وكأنها بتشكل سور حوالين التل. نار من غير دخان بالليل، ودخان من غير نار في النهار، أصوات وأنوار غريبة ومش مفهومة، غنى ورقص وأجسام لونها أسود بتتحرك في المكان. ده كله بيحصل بالليل، لكن في النهار الأمور بترجع لطبيعتها. هل المكان ده باب مفتوح بين عالمين، عالم الجن وعالم الإنس؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. تل حفيظ مكان موجود في العراق، في مجموعة من القطع الأثرية، وكمان موجود هناك أحجار كريمة ومعادن ثمينة زي الذهب والفضة، بتظهر وقت سقوط المطر وبترجع تختفي مرة واحدة. المكان بتدور حواليه قصص وحكايات كتير بين سكان القرى المجاورة للمكان. بيقولوا ان المكان عليه حارس من الجن بيمنع اي حد ان ياخد اي حاجة من المكان، لان في ناس كتير عاوزة تاخد من الاحجار الكريمة والذهب اللي موجود هناك، لدرجة انهم مهما حاولوا مش بيعرفوا ياخدوا اي حاجة. من اشهر القصص اللي اتحكت ان كان في مركب فيه مجموعة من الاشخاص راحوا علشان يدوروا على الذهب اللي هناك، بس ما قدروش يلاقوا اي حاجة. وهم راجعين المركب وقفت في المية مرة واحدة، وكأن في قوة خفية مسكت المركب ومنعته من الحركة. والغريب انهم فهموا ان حد فيهم لقى حاجة ثمينة وخباها عنهم، وعشان كده المركب ما اتحركتش. والشخص ده ما كانش عاوز يرجع اللي لقاه، وبعد محاولات معاه كتير اقتنع ورجع الحاجة اللي لقاها، والمركب بعدها اتحركت بشكل طبيعي جدا ورجعوا لبيوتهم سالمين. سكان المنطقة ما كانوش لوحدهم اللي بيشوفوا ظواهر خارقة بتحصل في المكان، لا ده كمان الصيادين اللي هناك واللي شغلهم بيخليهم يباتوا هناك قريب من المكان بالليل بيشوفوا ظواهر غريبة تعرضوا ليها وحكوا عنها. ده غير الجنود العراقيين اللي ليهم وحدات كتيرة حوالين التل وتعرضوا لكتير من الحوادث الغامضة، واللي في الآخر بينسبوها للجن وبقوا يتعايشوا مع الموضوع عادي. الناس هناك ربطوا بين المكان وبين مملكة سيدنا سليمان عليه السلام، وقالوا ان سيدنا سليمان احتفظ في المكان ده بكنز ثمين، وأدى مهمة الحفاظ على الكنز ده لعفريت اسمه حفيظ، وعشان كده محدش بيقدر ياخد اي حاجة من المكان. في حين ان البعض الاخر قال ان سيدنا سليمان سجن في المكان ده المتمردين من الجن والشياطين، وأدى مهمة حراسة السجن ده لواحد من ملوك الجن واسمه حفيظ، ومن هنا جت تسمية المكان بتل حفيظ. القصتين اتفقوا على اسم الحارس للمكان وهو حفيظ، لكن اختلفوا على ان المكان هناك هل فيه كنز ولا جن محبوس، الله اعلم، لان مفيش اي دليل يثبت صحة الحكايات دي. بس الغريب ان القصص دي متوارثة هناك ابا عن جد، بالرغم من بساطة ثقافة اهل المكان والطبيعي ان مفيش دخان من غير نار، وان اكيد القصص دي ليها اصل في الواقع. المكان هناك كان مثالي لوحدات الجيش العراقي، وانهم ينشروا هناك مقراتهم ومخازن الاسلحة بتاعتهم والاكل والشرب كمان، وده بسبب استواء السطح هناك، وكمان بسبب ان نبات القصب والبردي مش بينمو هناك عكس الاراضي التانية. وطبعا كان مكان مثالي بالنهار، بس بالليل الموضوع بيختلف تماما. الضلمة اللي في المكان مع كمان ان الانارة قليلة وضعيفة جدا عشان المكان ما يتكشفش للعدو، ده غير القصص اللي بيسمعوها من اهل المكان، كل ده كان كافي ان يخلي الجنود يعيشوا في رعب وهلع. ده غير الاطياف السوداء اللي بيشوفوها بتتحرك في المكان والزواحف والحشرات، كل ده كان كافي جدا انه يخلي الجنود في حالة توتر نفسي رهيب. السكان هناك قالوا انهم شافوا مروحيات امريكية بتحوم حوالين المكان بعد الاحتلال، واعتقدوا ان الامريكان برضو بيدوروا على الكنز اللي هناك، ده غير القنابل والصواريخ والمعدات العسكرية اللي سابها الجيش العراقي ومشي من المكان، واللي لحد دلوقتي لسه الحاجات دي موجودة على حالتها هناك. الغريب في المنطقة اللي برغم كل القصص اللي بتدور حواليها الا ان في سلام وامان بشكل غريب هناك، بالرغم ان المكان مسكون، بس مفيش اي حد اتصاب بالجنون من اللي شافه، ولا حصلت عملية اختطاف جن البشر هناك زي ما بعض الناس بتقول. من الحاجات المرعبة اللي بتحصل هناك ان في كتل سودا ضخمة، وكل كتلة ماسكة خشبة فيها نار، وبين كل واحدة والتانية من الكتل دي في مسافة كبيرة وكأنها بتشكل سور حوالين التل. ده غير الدخان المنتشر في المنطقة، وفي أصوات غريبة ومش مفهومة، لا هو صراخ ولا هو غنى ولا أصوات لبشر أو حيوانات، ودايما بعدها بيسمعوا أصوات شبه الخبط على الطبلة،
وبعد كده بتظهر كتلة سودا فوق التل نفسه وكأنه الملك بتاعهم، وبتفضل الحالة دي لحد قبل الفجر، ولما بتشرق الشمس بيختفي ده كله، ما بيفضلش إلا الدخان. والظاهرة دي بتحصل كتير، ممكن تحصل كذا مرة في شهر أو أسبوع، وده بشهادة الناس اللي عايشين هناك جنب المكان. لولا القصص اللي بتتحكي من كتير من الناس هناك ما كناش أبدا هنصدق إن في حاجة زي كده بتحصل. انتوا كمان اكتبولي رأيكم في التعليق.